وأنا صغير كنت أستحي كتير كتير وكنت أخاف من أبوي، والخجل رافقني لحد اليوم تقريبا. بس اليوم أنا بغطي خجلي بأشكال كثيرة، زي التمثيل، زي الضحك، زي النكت، زي السخرية. لكن أبوي كان يعاملني وكأني زلمة، فكرني عن جد زلمة. كان يقول أنا مفيش عندي ولد صغار، أنا ابني الزلمة. وكان يطلب مني طلبات صعبة لدرجة إنه يعني هو مفكر عن جد إنه أنا زلمة. وأنا كنت أستحي أقول له بقديش أعمل هيك، وأخاف، أستحي وأخاف، فأعملها وأنفذها وكأنه هو هيك بده. بس هاي الشغلات كتير أثرت علي لحد اليوم، وهاي اللي عملت أسامة مصري. أسامة مصري، يعني اليوم ببرنامجنا بدنا ناخدك من محلات تانية للناس ما بتعرفها عنك. وكتار أول ما عرفوا إنه بدي أصور معك حكولي أسألك عن شنبك. الشنب أنا بلشت فيه من يوم ما تأثرت في فنان لبناني اسمه شوشو، واسمه الحقيقي حسن علاء الدين، المونولوجيست. لا شوشو. مش مونولوجيست، هو ممثل كوميك. وعمل مسرح أطفال وعمل مسرح كبار، وأنا بالصدفة كنت أشتغل مسرح أطفال ومسرح كبار، وتأثرت في هذا الإشي. وكان شواربه هيك كثين شوي، وانا كمان في فتره معينه كانوا شواربي هيك. بعدين عرفت انه الشوارب ممكن يكون ميزه، وصرت العب في شكل يعني. فمن يومتها حلقت كم مره يعني، بس حسب الشغل يعني. كان يتطلب مني انه اكون بدون شوارب، اعمل مع شوارب وهيك يعني. أسامة، بالأصول هي أصول مصرية، يعني من مصر، وأنت متأثر كتير من عادات وتقاليد الثقافة المصرية والثقافة المصرية بطبيعة الحال، من مصر إلى عكا ومن عكا إلى حيفا. شو ضل معك من مصر؟ شو ضل معك من عكا؟ وشو أخذت من حيفا؟ اول اشي حيفا، عشان نبلش من الاخر. انا سميت حيفا بلد الحب والحرية. يعني انت هون في حيفا ما حدا بتدخل فيك. وبعدين انا كنت شاب لما اجيت لهوني، عرفت يعني الحب شو الحب، يعني بدنا نسميه الحب احنا. اما انه يعني تعرف كيف الواحد مصاحب وحده وكذا، هذا بالجو العكي هي عكا قريه صغيره يعني، فيها منتاليتي تبعت قرى اللي بتقدرش، مش زي حيفا. حيفا مدينه بكل معنى الكلمه. حيفا هون مثلا ما حدا بتدخل بحدا، حر تعمل اللي بدك اياه، حر تكون ايش بدك. مدينه بكل معنى الكلمه. السعكة هي مدينة لأنها هي كمان بروليتاريت، يعني بتعتمد على قوى العمل. إذا بتشتغلش ما فيش عندك تاكل. فيها الإشي المدني، لكن الجو الكثافي، وإنك كله بشوف كله وبعرف بعضه. عم نحكي على الأحياء العربية أكثر. هي عم بحكي العتيقة تماما، مش عم بحكي عكا جديدة، أنا عكا العتيقة. فهناك الجو أكثر كروي. فهون عكا أعطتني انك تعرف كثير ناس، يعني كل الناس. انا بحيفا مثلا بعرف كثير ناس، بس ما بعرف اسمائهم، ما بعرف مين هني. السؤال الشخص اللي جاي من بيئة اللي هي حميمة، وجو عكا جو جدا حميم كثير حلو، من جو اللي خلينا نسميه كطابع قروي، كيف قدر يتأقلم بهذا الطابع المدني، الطابع اللي ما حداش له بحدا، ما حداش بيسأل على حدا؟ هو هذا الاشي بخصني انا. يعني وورثته شوي لاولادي، انه وين ما نروح نتأقلم. يعني من سوق حسب السوق. بتحطني بمخيم، بعيش حسب المخيم. لما كنا نروح على مخيمات عمل متطوع في الناصري كان الارض مفروض صرار، فنحط هيك نظبط الاشياء، نحط بوتي تحت انام عليه، وانا 7 ايام 8 ايام حسب المخيم يعني. اروح على بلد، يعني رحت على كوبا. في كوبا ما اعطونا اوتيلات بالمهرجان الدولي للشباب الديمقراطي، فسكنونا في بيوت حوالي 20 يوم. فاسكن بيت ناس بعرفينش وبعرفش لغتهم، اسبانيولي بيحكوا.
فبالاشارات وهيك اوان بتاقلم مع اي جو، بتاقلم فيه. السؤال هذا بده يعني بده قدرات اليوم، انك بدك قدرات ذاتية انك تقدر تكون بهذا المحل. اه، وبدك طبع اللي هو مش كتير مألوف عندنا بمجتمعنا يعني في كثير العربي. ناس عندنا هاي انه بيعرفوا يتاقلموا. بس هذا قديش انت بتحب يعني بتحب انك تعرف الاخر. وهاي ليش ايش مشكله اليوم من احنا الطائفيه والتفرقه انه ما بيعرفوش الاخر. يعني بتيجي عند واحد مثلا، واحدة من المثلث بعرفها بالجامعة أول مرة بحياتها بتشوف واحد مسيحي، بتعرف فهو في ناس بتحب تعرف الآخر. وأنا تبنيت على ربيت على هذا الإشي. هاي عكا اللي بيمتازوا فيها العكا، عكا فيها هيك. عكا فيها إسلام، مسيحية، يهود، دروز، وكله متجوز من بعضه. يعني انت بتقدرش تحكي مثلا بعكا عن بيت مسلم عن ناس مسيحيه، ما بتحس الا غير الام مسيحيه ولا ابصر مين هذه. وهيك انا ربيت وهيك حارتنا. راس الاسلام كانوا يعملوها بكنيسه الروم، الموارنه، كنيسه الموارنه. طب فيش محل يعني، فكله داخل ببعضه. فاهم كيف؟ فيش هذا الاشي. انا ربيت هذا المعرفه الاخر. هذا معرفه الاخر بتخليك انك انت تقدر تتاقلم مع كثير محلات. فلما اجيت على حيفا يعني سكنت لحالي طبعا، استاجرت وهيك، فصرت اتاقلم. هي مشكلتنا، مشكله بلادنا هون اذا في عنصريه فيه، هو مش ما فيش. اذا في عنصريه، اذا في كذا، انه ما بيعرفوش الاخر. فيش عدم معرفه للاخر. يعني الجنوب والمثلث ما بيعرفوش، بيسمعوا انه في شيء اسمه مسيحي بس ما بيعرفوه شخصي. والعكس بالعكس. يعني ما في محلات كمان مسيحيه منغلقه بيعرفوا، بس ما بيعرفوا شو بالضبط. يعني لما تيجي بتقول لواحد مسيحي ليه انت عم تحكي مصطلحات اسلاميه، بقول لك انا بقول له بلا انت قلت الثالثه تابتي. طب الثالثه تابتي هاي جمله اسلاميه سك، فيش يعني دينيه. انه بيطلق اول مره مسموح له يرجع، ثاني مره مسموح له يرجع، الثالثه مسموح له يرجع، فالثالثه ثابته. ما بيعرفوش انه عم بيستعملوا شيء اسلامي. أسامة، بزعجك انه اليوم احنا بسنة 2017 وبعدنا عم نحكي على موضوع معرفة الآخر، بعدنا عم نحكي على موضوع التفرقة الدينية والتفرقة العنصرية، ويعني وبهذا الموضوع احنا موجودين اليوم ببيت أسامة مصري، الشخص المسلم. وانا ما بحب استعمل هاي المصطلحات، ولكن بما انه عم نحكي على هذا الموضوع وفي شجرة عيد الميلاد في بيتك، فقديش مزعج اليوم لإلك انه بعدنا عم نحكي بهاي التفاصيل؟ اللي بيزعجني انه عم بزيد التخلف اكثر. يعني عم بتزيد عدم المعرفه، بدل ما التطور هذا اللي احنا عايشينه وبنقدر نعرف كل واحد الاخر. يعني اللي انت ساكن معه وحتى اللي مش ساكن معه. يعني انا بعرف عن البوذيه وانا فيش عندي ولا واحد بوذي. يعني بيزعجني انه ما بيعرف وما بده يعرف. هذا اللي بيزعجني. هسه انه هاي شجره عيد الميلاد، هاي شجره يعني عملناها لانه اولادي درسوا في، واحنا عشنا بجو مدارس اهليه، وانا كمان تعلمت في مدرسه اهليه. الطقس حلو جميل. لو الطقس مش حلو بعملوش. يعني الطقس اللي بيذبح خروف بعملوش، ما بحبوش، ما بعرفش. هذا الطقس حلو. في منه طقس مثلا تروح تعيد تاكل كعكه، بحبه حلو، مش لانه ديني، لانه جميل بعطي بهجه وبعطي شكل. فاهم كيف؟ فانا بعمله من منطلق مش يعني دين ومش دين. فانت بتقول مثلا انت شخص مسلم، انت على اعتبار انه ابوي انا مسلم وانا خلقت انه انا مسلم، بس ابوي نجار وانا ممثل. انا هو ما اخترتش انا ايش مهنته، مش انه يعني هو نجار وانا اصير نجار. هو نجار وانا ممثل.
فانا بديش اقول لك الباقي يعني. اليوم لا تعتبرش هذا الاشي، تربطش ديني في. لا انا يعني انا طرحت هاي الفكره بما انه كنا عم نحكي على هاي المواضيع، وانا بشكل عام ما بحب استعمل كثير هذا الفكر، ولكن بما انه حكينا يعني انت في شيء اسمه اتيست، بلاش نقول شيء اتيست، بس في شيء اسمه لا رح ندخل بعد شوي بهي التفاصيل، ولكن بما انك هيك مهم اوضح، بما انك ذكرت كل موضوع انه عدم معرفه الاخر واللي بنصنفه تحت خانه الجهل بمحل معين يعني، فذكرنا موضوع الشجره وموضوع الدين اللي طبعا حنرفض نحكي فيه بطبيعه الحال، لانه كلياتنا المفروض نجتمع حول الانسانيه. اليوم رح ندخل كثير بتفاصيل فلسفتك اسامه، الفلسفه الغريبه نوعا ما على مجتمعنا، ورح نحكي كثير عن أسامة الطفل، أسامة المصري العكاوي، رح نحكي عن الثقافة والعلم وإلى آخره، كثير تفاصيل بعد شوي في على الطريق. يعني احنا بدينا هيك الحوار في بيتك وحكيت لك انه من البدايه بدنا نرجع كثير لورا، يعني للطفوله، لاسامه اللي كان طالب بالمدرسه، اللي ما كان طالب شاطر بالمره. شاطر عكس ايش؟ عكس يعني عكس غبي ولا عكس ابدا، ولا عكس كسلان؟ ما كنت طالب مجتهد ابدا. ايوه بالضبط، عكس كسلان. صح، انا ما بالمدرسه ما كنتش احب المدرسه، وصلت لدرجه اني ما امنش بالمؤسسه اللي اسمها مدرسه لحد اليوم، ولا حتى لاولادي يعني. انا ما بهمنيش هاي المؤسسه، بعتبرها مؤسسه فاشله بكل يعني مضامينها. فانا ما كنتش بالاساس احب ادرس. بس قبل ليش مؤسسة فاشلة يعني؟ مؤسسة فاشلة لأن أول إشي محدودة، منهاجها يعني مسكر، ما فيش له انطلاق، يعني اللي معلم بالكتاب نفسه 100 سنة. فاهم؟ تصور أنت إنه مثلا دكتور بعطي لكل الناس نفس الدواء، ما بينفعش. هذا الإنسان بيلبق له دواء، وهذا الإنسان له دواء ثاني. فهني عم بيعطوا نفس المادة نفس لكل الطلاب ونفس السنين، وبعيدوا عليهم نفس المادة نفس الكتب نفس الاشي. فيش تجديد، فيش فهم للمتلقي. بس اليوم عمليا المدارس اتطورت، يعني صارت تروح اكثر على ميول الطالب وهوايات الطالب، وحتى صار في تخصصات اليوم. مجموعة من المدارس لها علاقة بالفن ولها علاقة بالموسيقى، بس ما بيروحوش على ميوله. بيعلموا اللي مثلا فوتوا الفن، فوتوا كذا، بس هاي مش عشان هو ميال للفن، لا، لانه صار بالمنهاج. بس مش لانه يعني مثلا واحد اجى فحص ولقى الصف وش عارف كل واحد ايش ميوله، وبلش يعني يهتم في كل شخص. زي مثلا في فنلند، في النرويج، هذول مدارس عالميه يحتذى بهن، يعني انه كيف بيعلموهن. كنت تهرب من المدرسة أسامة، كنت تسرب من المدرسة، ما كنتش تهرب زي كل أولاد التناي أو الفكرة النمطية المأخوذة عن التسرب أدور بالشوارع يعني تماما. لا كنت تهرب وتلجأ لمحل أهم يمكن. لا مش يمكن، أكيد الصدفة. يعني لما أهلي نقلوا من عكا، أنا كنت بالثانوية تقريبا، بداية الثانوي، تركوا شيء واحد عند ستي وين أنا كنت ساكن، ضليتني ساكن عند ستي بعكا وإني نقلوا. تركوا المكتبة وضخمة حوالي فيها 1500 كتاب تقريبا، اللي جمعوهن أبوي وأخوي اللي أكبر مني. وهذا أخوي له أثر علي كبير في مجال التمثيل طبعا، بعدين نحكي عنه. وأنا لما كنت ما أروحش على المدرسة أقعد أقرأ الكتب الموجودة في المكتبة، وقريت كتب كتير متقدمة، حتى الأساسي والمعلمين مش قارينها، يعني الميثولوجيا اليونانية، الكذا، مسخ الكائنات، أدب الروسي الكلاسيكي، تولستوي، تشيخوف، كله قريته وأنا في المدرسة.
وفجأة صاروا الأساسي يكتشفوا إنه الطالب هذا الكسلان اللي بيجيب علامات واطي مثقف ثقافي عالي، ويتعاملوا معي هيك. فيعني في محلات يعني اتخزقت. ليش؟ لأنه حطوني بصفوف الشاطرين كتير، وأنا مش قد هاي الشطارة. يعني انت بتفكر انه اليوم في فرق كتير كبير ما بين الثقافة العامة اللي انت بتكتسبها من خارج جدران المدرسة وما بين كل ما يعلم بالمدرسة للطلاب بالضبط. وحتى في الجامعات أسامة طبعا كمان. طبعا. يعني انا بقعد مع طلاب جامعه، ومش طلاب جامعه حتى خلصوا صاروا محترفين، نقول دكاتره او كذا او شيء، بتحس ان جهله واميين، يعني ما بيعرفوش شيء. ف يعني بتستغرب كيف بدك تحكي معي يعني. طب انت تعلمت واكاديمي وهي عيب. طب اولادك شو بدك تقول لهم؟ انا دكتور، انا دكتور، كل وقت تقول انا دكتور وبفهم الدكتور. طب ايش بدي يتشبع منك يصير دكتور؟ بس الحياه مش بس دكتور، الحياه كثير اكثر من كثير، اوسع بكثير من دكتور. فلسفتك بالحياة أسامة مش كتير مفهومة أو يمكن مش كتير مقبولة مجتمعيا. يعني أنت بتطلع على الأمور غير النظرة النمطية اللي بتطلع فيها المجتمع على الأمور، على عدة أمور يعني، وبما فيها كل موضوع الدين، كل موضوع العادات والتقاليد اللي يتبعها المجتمع الشرقي بشكل عام. السؤال كيف تقدر تتعامل مع البيئة المحيطة فيك اللي هي بيئة محافظة ومجتمع شرقي اللي هو مبني على أسس معينة اللي اكتسبها، وحتى لو هو مش مقتنع فيها ولكن ما أنه اكتسبها فبتطلع عليك بنظرة غير. السؤال كيفية تعاملك. أول شيء لازم أنت تكون متحرر حقيقي، يعني مش إنه أنا بتدعي إنك أنت متحرر وأنت غير متحرر. يعني لما بدك ترفع شعار التحرر، إذا رفعت، طب أنا ما برفع شعار التحرر، التحرر عندي إشي يومي ومعاشي يعني وبعيشه. أنا متحرر وبتعامل مع الأشياء بتحرر. أول شيء بحترم الآخر، بحترم الآراء الآخرين، رغم إنها بتتعارض مع آرائي بحترمها واناقشها باحترام بحب. كمان الحب اهم شيء، انك انت تتعامل مع الناس كلها بحب حتى لو يختلف معك في الراي. انك المسيح قال احبوا اعدائكم، بس ما حدا ترجمها منيح. احبوا اعدائكم، ما انت اعدائكم، انت اعداء الاخر. فاذا هو حب اعدائكم اللي هو انت وانت حبيته هو، معناه صار في حب. والحب انك تفهم الاخر، تفهم الناس. فاهم كيف؟ ومع انه انا بامنش في الديانه المسيحيه ولا في اي ديانه، يعني فيش عندي يعني ايمان ديني، لكن انا باخذ من كل ناس عباقره وعندن اراء حلوه، باخذ الاشياء المنيحه من عندن. يعني في هاي المصطلح او المقوله المعروفه اليوم بكل محل انه الشهاده الاكاديميه هي سلاح لكل شخص اللي بيقدر يحارب فيه، يعني بالمستقبل القريب او البعيد. الملفت للنظر انك درست مجموعه كبيره من المواضيع والتحقت بكميه كبيره من المؤسسات الاكاديميه، ولكن ولا مؤسسه اكاديميه انت طلعت منها بلقب بشهاده او بشهاده يعني أو ما هي هاي الشهاده مجرد تعبير استعملوه الاهل عشان اولادهم انه يعني يتعلم. التعليم منيح ماشي، انه واحد يتعلم ويعرف، بس احنا المشكله انه من تعرف هدول حملة الشهادات اللي بيحطوا شهاده وبيروزوها بحطوها بالهذا انه يشوفوني انا متعلم. بس بدي اقول لك شيء واحد. يعني لما دكتور بيعالج مريض بيجيب الشهاده بيحطها قدامه بطيب؟ لا، لازم يستعمل القدرات اللي تعلمها وكذا يطيب. احنا في مجالنا الفني بالذات ولا محل مسرح او سينما او تلفزيون او اي شيء بقول لك ايش انت حاصل على شهادات. تعال فرجيني، بتعرف تمثل ولا بتعرفش تمثل؟ بتعرف تقنع ولا بتعرفش تقنع؟ هاي هي الشهاده. فانا التعليم تبعي اللي علمت نفسي بنفسي طبعا كل الوقت من يوم ما بلشت اقرا بالمدرسه من كتب خارج المنهاج الدراسي لحد اليوم بعدني انا بقرا نفس الشيء وبقرا كثير يعني. علمت حالي عشان اعرف واجرب واعمل من دون ما حدا يجبرني. يعني اذا هاي بتسقط باخذ درجه كذا او عم بنافس واحد بعلامه معينه، ايش عندي هاي المنافسه بالدرجه او بالعلامه؟ لانه العلامه ما بتعملنيش شيء. ابوي كان يقول لي بده الذوق عن العلم، بده الذوق عن العلم. تصور انت انك تكون مزوق احسن ما تكون متعلم. شوف هالمثل، فاهم؟ فانك يعني هاي انا الاشياء اللي ربيت عليها.
ربيت عليها انه يعني هاي المنافسه مش داخله بالقاموس تبعي. فاهم كيف؟ في ناس بتنافسوا عشان يربحوا مصاري كثير، انا عايش منيح. أسامة، اليوم أنت من يعني الفنانين القلائل اللي مش منتمين لمسرح معين أو مش ماضيين أو ما بيشتغلوا بمسرح معين. السؤال شو السبب؟ مش من القلائل، في زي كثير، لكن انا اختلف عن الاخرين انه انا اليوم منتمي لكل المسارح، بكتب لكل المسارح، بترجم لكل المسارح، بعد مسرحيات لكل المسارح. المسرح لما كنت انا منتمي له وملتزم معه كان يعطل علي اعمال اخرى خارج المسرح، تصوير افلام، تصوير مسلسلات، شغلات كثير، يعني كان ياخذ من وقتي كل وقت. فانا هسه اكثر منفتح على ولكن إذا بدنا نحكي عنه كمصدر رزق، هو بنقدر نعده مصدر رزق ثابت ومضمون رسمي زي تقول، اما هو وثابت ومضمون، بس لكنه لا يساوي شيء، يعني قليل. يعني اللي انا بقدر اعمله بفيلم ب4 ايام او 5 ايام قد ما عشت شهر كامل في المسرح. يعني مش هأدي مع مصدر رزق مهم. وبما انه حكينا عن المسرح، يعني كمان بنفعش نيجي وما نحكي عن موضوع تأسيسك لمجموعة من المشاريع الفنية والمؤسسات صحيح. الفنية والمهرجانات الفنية اللي رح نحكي عنها بعد شوي. ولكن بتأسس، بتبني، بتكبر العمارة وسرعان ما بتنسحب من هذا المكان. شوف، أنا بأسسه مش عشان يكون إلي، أنا بأسسه عشان خدمة للوسط الفني والمجتمع الفلسطيني. يعني أنا لما عملت أول فرقة كوميديا في البلاد، كنت أنا وميلاد وسعيد، ما كان في فرق كوميدية تعمل ستاند اب. بعدين صار في فرق، أول فرقة تمثيل صامت أنا وميسرة فتبيت السكر. بعدين صار في تمثيل صامت سعيد سلامي وأخوه زيدان المرحوم، وعملوا، وبعدين عملوا مهرجان كمان. والمهرجان كمان هذا أنا كنت إلى ضلع في تأسيسه، لأنه إجا سعيد سلامي بيقول بدي أعمل ذكرى أخوي شغلي. قلت له اعمل مهرجان شيء يكون فيه ضحك ويكون فيه، لانه اخوه كان يحب الضحك. فذكرى وفاة لباش ندب عملها مهرجان، وهيك صار مهرجان البانتوميم الدولي اللي عمله سعيد سلامي. وحكيت لك انا هيك من خلف الكاميرات انه اللي ببلش يحكي معك بمواضيع اخرى بنسى اسامه الفنان، لانك فعلا ملم بكل شيء. اسامه، بتفكر انه انت اليوم واصل لمحل بالمجتمع الفلسطيني وصدقا وبدون اي دبلوماسيه ماخذ حقك اسامه مصري؟ ماخذ حقي لا، بس لكن انا يعني اعتبر من المعروفين جدا في الوسط الفني الفلسطيني، بالذات داخل حدود 48. معروف يعني من اكثر المعروفين، يعني من الاكثر شهره. ولكن السؤال اللي يسأل اسامه، الشهره واحد بالطعم خبز؟ لا طبعا الشهره بالطعم خبز، بس بتفيد امرات. يعني لما بيجي ياخذوك، يعني مثلا انا لما كنت اعمل دعايات واعلانات تجاريه، كان اكبر شرك الاعلان تيجي لعندي، يعني كانوا ياخذوني انا وميسره، كنا كدويتو. فاهم كيف؟ الى اخره. عملنا، قال لما يختاروني، ليش يختاروني؟ لانه انا سلب، يعني سليبرتي معروف مشهور معروف. فهذا الاساس، هاي خدمتني ماديا طبعا. فاهم كيف؟ هاي بالاساس خدمتني ماديا، ما خدمت شيء ثاني يعني. وطبعا زادت حضوري في الاعلان والاعلام. احنا قريبين من مدرسة ترسانتا هون، وين انا تعلمت لحد صف 7.
بعدين نقلت لمدرسة الشاملي في عكا بعيد، وقريبين على بيتنا طبعا. واحنا بالطريق لبيتنا يعني. زي ما انت شايف بيوت عكا مزبوط، هي هيك قديمة لكنها كنز، كنز كبير على فكرة. كل واحد ساكن هون في عكا قاعد على كنز وبيعرفش قيمة بيته. فعم بحاولوا اليهود يشتروا هون وهناك من عكا، وبيدفعوا السعر دبل. لما احنا بنحكي على كنز، وفيش شك انه عكا وهالبلد القديمه، هالسوار هالحيطان هي كنز، ما فيش ولا اي شك. ولكن اسامه اليوم في اهمال من اهالي البلد بحق عكا القديمه. يعني هاي الحارات او هاي الجغرافيا وهذا الفن المعماري، لو انك انت شايفه باوروبا ولا بامريكا كنت بتشوفه بوضع اخر طبعا. بس هو المفروض هون يعني الاشي بقى على عاتق المؤسسات المسؤولة عن هاي الشغله، مش بس. لا، لانه بالاساس كني منعوا لحديت قبل كم سنه ترميم اي بيت، ممنوع الترميم، لازم تاخذ ترخيص، والترخيص هذا بعد كاشياته، فاهم؟ اليوم سمحوا بالترميم والبيع كمان، هذا ما كانش ممنوع. الترميم والبيع على اساس يعطوا فرصه لليهود يشتروا ويحولوها زي يافا، يشتروا كل البيوت وتصير بيوت يهوديه اكثر. عم بنباعك ببيوت، مش عم بنباع، بس في ناس محافظه ونضلها. في اشي كتير حلو بعكا جديده لسه ماشي. في مجموعه من المثقفين والناس العاديين كمان الوسطاء عم يعملوا نشاطات ثقافيه شهريه، تقريبا مرتين في الشهر، كل انواع الفنون والثقافه والكتب وشغلات. يعني بيبحثوا عن كتاب معين، بيعملوا حفله المواهب العكيه اللي هي مواهب يعني بدي اقول لك على مستوى عالمي، فيش عندها فرص. موجوده هون في عكا وبياخذوها. واسم المشروع تبعين تعاليلي، هي تعليلي من تعليلي وتعاليلي، فاهم كيف؟ كلمتين لعبوا فيهن عملوها، وبيعملوها في المركز المسرح في عكا، رح نكون فيه هذا. وبما انه عم نحكي على هيك المواهب العكيه، وعم نحكي على عن جد قديش عكا فيها طاقات وقدرات، انت استثمرت في هاي البلد من زمان مش جديد لما بادرت لمشروع مسرحيد. أسامة، بما أنك حكيت هيك عن المواهب والطاقات الموجودة بعكا، حضرتك كنت أول شخص استثمر بهاي الطاقات والمواهب من زمان لما قررت المبادرة لإقامة مشروع اسمه مسرحيد. هو الحقيقة قبل بكثير هذا الشيء، يعني بلشت أنا في عكا كفنان وكأعمل بمجال الفن وأشياء قبل مسرحيد. مسرحيد كان متأخر كثير، كان صرت محترف مسرح ولما أسسته ما أسسته بعكا، أسسته بحيفا في 92. بعدين قررنا بسنة 2001 ننقله على عكا، ومن 2001 لحد اليوم هو بعكا. فمسرحيد صار عكاوي يعني بكل معنى الكلمة اليوم. هذا العملية التعتيم أو مش تعتيم أو التقصير بحق الفنان الفلسطيني بشكل عام، مش بس بعكا. السؤال، هل اللوم اليوم على الفنان نفسه، ولا اللوم على الإعلام، ولا اللوم على المتلقي؟ الفنان نفسه حرام بقى يعني. بس هذا واحد من الأشياء اللي أنا عملتها، اللي أنا بس لما رجعت من مصر وصرت أهتم بالإعلام الفني، اكتشفت إنه فنانيننا بالذات المسرحيين فيش عليهم إعلام. فأسست شغلتين اللي هي مسرحيد، يعني عشان الممثل يبرز في الإعلام كفرد مش كمجموعة، ويصير في عليه تغطية إعلامية. وكمان أسست التفانين. التفانين هي عمليا بتحكي عن الفنان الفلسطيني هون لكل العالم. هيك أنا خططت إنه أنا أنشر عن الفنانين بكل العالم. وين دور المتلقي بهاي المعادلة؟ يعني قديش المتلقي الفلسطيني هو فعلا مستهلك للفن، هو مستهلك للنشاطات اللي انتم بتقيموها كفنانين فلسطينيين؟ شوف، يعني بشكل عام الثقافة الفنية هي آخر سلم أولويات المواطن، لأنه هو كان عنده صراع بقاء كل الوقت، كيف يعيش، كيف يقاوم، كيف يثبت ذاته. عشان هيك مثلا الأهالي كانوا يوجهوا أولادهم إنه يعلموهن
دكتور، محامي، مهندس، تعرف شغلات الاشياء اللي لحد اليوم هذا اللي موجود. بتجيب مصاري بتجيبها عشان يثبت وجوده ويستمر. وهو صراع بقاء يعني. فهاي الفن كان باخر الصور الاموريات. الاول من نوع الفنون كان الموسيقى شوي اهتموا، طورت الشغله. اليوم صار في اهتمام مسرحي وسينمائي، فهم كيف؟ وبعلموا اولادهم سينما ومسرح، مش كلهم طبعا، قليل هاي الشغله بتصير. المتلقي بشكل عام شوي شوي عم بيصير في، يعني احنا بمرحله التراكم الكمي مش النوعي. بس زي ما قال لينين، قال التراكم الكمي حتما سيؤدي الى تغيير نوعي. فالتغيير النوعي جاي ان شاء اكيد، الله جاي ان شاء الله اكيد. احنا اسامه بحاره فخري، هاي الحاره اسمها فخري بيشتاوي. واحنا موجودين على مسرح الحاره، مسرح حاره فخري. مزبوط. اخترتوه يكون مسرح هذا المكان. عملوه بعدين، يعني هو ما كان مخطط انه يكون مسرح، لكن عملوه ونفذ عليه كذا مسرحيه واخذوا جوائز، يعني في مهرجان المسرح الاخر وفي هيك. ومسرح الشارع هو جزء من حبي الى الاعمال الجديده اللي عم اعملها. اليوم احنا قدمت انا لمهرجان المسرح الدولي للاطفال في حيفا مسرحيه تعتمد على مسرح الشارع اللي تحول لمسرح، يعني من الشارع عملنا له مسرح. في مسرحيه اسمها توتا توتا راح تشارك في شهر 4 في المهرجان الدولي. هي المسرحيه العربيه الوحيده في المهرجان. لاي مدى يعني، بما انه حكينا هيك عن مسرح الشارع ومسرح الاطفال، وكان معروف بالماضي انه مسرح الاطفال هو مسرح شارع باغلبيته يعني، وتيجي الاطفال تتجمع حول الحكواتي او حول صندوق العجائب والى اخره. لاي مدى اليوم بعده مسرح الاطفال ومسرح حقيقي اسامه؟ شوف، في مسارح اللي بتقدم اشياء محترمه، بديش اقول اسماء ومين وكيف، لكنه في مسارح مش مجرد تجاره، يعني انه بس نربح من الاطفال ويلا. لكن مسرح الطفل هو احسن زبون للمسرح. لانه كمان هو كمان فيش عنده هذا الولد، عنده الملك عاري، يعني اذا انت مش منيح بقول لك مش حلو، بقول لك حلو، بقول لك كذا، مش بتملقك، يعطيك العافيه. كان بجنن هو، ولا بتسوى بصل المسرحيه. هاي الصغار بيعرفوش النفاق، فبيقولوا بالضبط. والمسرح الطفل هو مسرح كتير مهم بمحطة كل ممثل. وبما انه الطفل هو من اكثر الاشخاص صدقا، يعني اليوم وزي ما حكيت ما عندوش لح يمشط الطفل، بنقدر نضحك عليه بمضامين ممكن من اجل التجاره، ممكن اجل قصص اخرى، يعني بتقدر تضحك على هذا الطفل بالمضامين؟ لا. اما شو تضحك عليه يعني؟ ما بين قوسين تقدر يعني الولد بيشوفكاش مرة تاني. أول مرة شافك وما حبكاش بقول كاش يمكن، أو مش عارف يعبر. أما مرة تانية بتقول له تعال احضرني بقول لك. أما إذا مثلا حبك من الأول بشوفك كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة وهيك. قديش اليوم أنت كأسامة مصري وما زلت بتعمل في كل ما يتعلق بمسرحيات الأطفال ومضامين الأطفال، قديش بتحاول ترجع الطفولة التقليدية تبع زمان بعيدا عن كل التكنولوجيا المتطورة وبعيدا عن الآيباد والآيفون اللي صار يدخل مضامين الأطفال؟ شوف، العملية شوي عكسية عندي. أنا هسه معك خارج الطفولة، ولا أنا عندي طفل بضله شغال ليل نهار 24 ساعة. أنا الطفل تبعي ما خرجش مني بعده داخلي، يعني معك أبصر هسه عم نحكي جد ومش عارف شو ومش عارف وهبل مش عارف عم تهبل كثير، يعني ما عارف شيء، قالوا جدي وفلسفه ومش عارف ايش. يعني أنا خرجت عن كوني كطفل. لكن أنا لما بكون عند ناس ويكون في أطفال يعني أو طفل واحد، بترك كل الناس وبقعد مع الطفل. فهذا صديقي يعني، وبحس حالي. وقد ايه بتآمن انه لازم نبلش نرجع او لازم نعاود نرجع الطفوله تبعت زمان اللي انت كطفل كنت فيها، ويمكن وانا كطفل كنت فيها، موضوع التوتا توتا اللي بما انك ذكرت هاي مسرحيه اسمها توتا توتا على اساس المشهوره قصه الحتفوت. وموضوع انه زمان كان يخوف الطفل انه بيجي الذئب وبوكلك مثل الليله الحمراء. الولد اللي بالك بحب يعني تخوفه هيك وتعمله وشغله وتصيح
بطيح له شيء، وانا كثير بستعملها في مسرحياتي وهيك بكيف وبعده بمشي على الطفل. بيمشي الطفل، هو طفل بعده بضل سن معين بتلوثش، تلوث بعدين يعني بفوت مع التكنولوجيا هذا التليفونات والاجهزه كلها هاي المحموله بصير يتعرف عليها، اما هو كطفل رائع. عكا واطفال عكا، والولد اللي بعكا بيقولوا انه يختلف عن الاطفال الاخرين لانه بندعك من صغر. بالضبط، وبقول لك خليه يتمرمغ في التراب. صح. فبعكا في كم عائله اللي بتحافظ مع هاي الشغلات انه ما بتطلعوش من البيت، لكن احنا لا، تمرمغنا. كان ملعبنا البحر نصيد سمك، ملعبنا نلعب برانير، ملعبنا انه نحفر حفرات بالارض، نعمل تعرف كان ده زي اطفال العالم كلها شكل عام، بس اكثر فقر وبؤس، لكن كان جميل ونستمتع. ميسم وسفير لما كانوا اطفال ربيتهن على مصطلح المرمغه اللي حكيت عنه انه بالضبط. اولادي التنين كثير خليتهم يتمرمغوا، وكنت جيب العكا كمان، وخليتهم يتصيدوا، وخليتهم يعملوا كثير اشياء اللي انا يعني يذوقوا كيف يذوقوا من كل شيء، مش يعني يمارسوا على النهاية، لكن بيعرفوا منيح، وبيعرفوا. بتركن بعكا عند قرايبنا، اخوي ميسره واختي عواطف هون ساكنين في عكا، بيعيشوا عندهم يعني، فاهم كيف؟ وبحبوهم على فكره، اكثر ناس بيحبوا اهل عكا. أسامة، يعني زي ما بيحكوا الحديث معك لا يمل، ومثل ما ذكرت لك كمان بعود وبكرر، اللي ببلش يفوت معك بمواضيع عن جد بشتى المواضيع بنسى للحظه انه لازم يحكي معك فن. أسامة مصري، شكرا جزيلا لك، شرفتنا ونورتنا اليوم. حبيبي، يعطيك العافيه. حبيب قلبي، يلا.